بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم احلى حبايب واحلى متابعين. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل طاجن قوانص بالبصل، انما ايه، تحفه. وشويه بطاطس بالبهارات كده، هما اتاكلوا حاف والله. هي الصينيه ما عادش فيها كتير، انا كنت عامله اكتر من كده. يلا بينا على الوصفه بتاعتنا. الاول معايا ايه؟ كيلو، نص كيلو قوانص اللي عندي. انا بالنسبه لي عندي عشان كان عندي فراخ وكنت مربياها وكده، فخليت القوانص لوحدها كده. طبعا مسكتها قطعتها زي ما انتوا شايفين كده، وشطفتها شطفة حلوة، وجيت جايبة ايه، ليمونة بقى، فص برتقال، فص سفند اللي عندي، ونقعتها شوية. عندي بصلة مقطعها ايه، شرايح كده او ترنشات. آه وادي القوانص بتاعتي غسلتها وشطفتها، وحطيت لها شوية فلفل اسود. وطبعا البصل حطيت له شوية زيت صغننين خالص كده عشان يتشوح بس بيه. وجيت جايباهم على جنب كده ومنزله القوانص عشان تنزل على الطاسه وهي سخنه. وقرن فلفل كده وشويه فلفل اسود بصراحه. وسبت بقى ايه، حته البرتقانيه دي جواها تعمل معاها ريحه حلوه. رشه فلفل اسود كمان، واسيبها تتشوح تشويحه حلوه كده. شايفين؟ اول ما تبتدي تغير لونها هفضل اقلب فيه. شايفين الصوص اللي نزلته او الميه اللي هنا نزلتها؟ انا عايزاها دي. انا كده كده مشوحاها، ما فيهاش زفره ولا حاجه. جبنا بقى ايه، يعني اللي داخل في الوصفة بتاعتنا، البصل القوارمة الصغير. طبعا احنا اليومين دول عندنا ايه، البصل الصغنون ده كتير في البصل اللي بنشتريه او اللي زارعينه. فايه، قشرت كام واحدة كده ونزلتهم. قطعت طماطمتين سلطة ونزلناهم ايه عليها برضو. هوزعهم كده واسيبهم يتبالوا على وش القوانص. ورشة بقى بابريكا، بهاراتك بقى اللي انت تحبيها. عايزة تستكفي بالفلفل الاسود وشوية سكر كده وشوية ملح وخلاص ماشي. هي كده كده القوانص اخدت من طعم البصل، واخدت من طعم الطماطم، والطماطم اخدت من طعم القوانص. كلها على بعضها كده طعمها كان جميل. نيجي بقى ايه، نيجي لشوية البطاطس المتبهرين. قطعنا بطاطس صوابع، وجبنا شوية كاري وشوية كركم وشوية بابريكا، معلقة هريسة شطة كده، عود شبت، ملح، كمون، مفيش فلفل، شوية زيت. متخيلين انتوا بقى المنظر؟ طبعا انا دخلت كله الفرن، اديله تقليبه مظبوطه. يا ريت لو اعملها من بدري شويه تاخد من طعم بعضها. واساسي فيها الشبت. وقطعت هنا شويه بطاطس نزلتهم عشان في حد حمو ما بياكلش القوانص، فعملت له بطاطس. يعني وصفه فيها الكل هياكل منها كده. هي ايه، انا ما سبتهاش استوت جامد، وكمان مش مسبكاها، انا مش عايزاها طبيخ احمر، انا عايزه كل حاجه كده لوحدها. زودتها شويه ميه او شوربه لو عندك، ونزلته في الطاجن. وكل ده هنطلع بيه ايه، البطاطس لما تحط لها ملح نزلت ميه. كل ده بقى ايه جوه الفرن، ده من الفرن مباشر. شايفين بقى الصينيه بتلغلغ ازاي وبتبقبق كده. وادي كده بعد ما خلصنا، ويلا بينا عشان نشوف اللي احنا عملناه ده حلو ولا ايه اخباره. طبعا صينيه البطاطس والله ده اللي فضل منها، هم فضلوا رايحين جايين عليا ياكلوا منها، لان هي مقليه من غير زيت، طعمها حلو. البهارات اللي فيها محليه طعمها. بجد احنا لو عملنا منها قد ايه بتتاكل. شايفين بقى الجمال؟ شايفين البصل ده كان طعمه خطير. جربوا البصل كده الصغنون ده سليم في اي حاجه، وشوفوا طعمه هيبقى عامل ازاي. ادي القوانص بتاعتنا وشويه البطاطس. طبعا دي عايز تاكليها برز هتاكليها، عايز تاكليها بعيش هتاكليها. وبألف هنا وشفا. شايفين؟ بصوا بقى البصلايه، بصوا، يعني حاجه تتاكل حاف لوحدها من غير اي حاجه، من غير بقى ولا عيش ولا حاجه. بس احنا دي اكلناها بعيش. كنا خابزين عيش بس انا ما صورتش العيش للاسف. واكلناها بعيش. انا كنت هنا هدوء، وحبيبه قالت لي ما تطلعيش وشك في الصوره. يعني كان طعمها بجد جميل، وريحتها كانت جميلة، وهي لسه طالعة من الفرن.
ادي الطاجن بتاعنا وادي الطبق. يا ريت الوصفة بتاعتنا البسيطة تعجبكم. بنحاول نعمل اكلات على قد الايد تناسب كل الناس وتغيير في الاكل. ما تنسوناش في التعليقات واللايكات. بحبكم في الله، احلى اخوات واحلى متابعين، وادعوا لنا بالتوفيق من عند الله.